السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما وعملا يا رب متقبلا بإذن الله. ده سيشن سريع كده تعريفية، إن شاء الله أول سيشن في كورس البنتريشن تيستنج من الصفر. إن شاء الله الكورس ده يعني يكون من أقوى الكورسات الموجودة حاليا في السوق. الكورس ده هيقدم إيه؟ وأنا مين؟ وإيه إيه الكونتنت اللي هنمشي عليه في الكورس ده سريعا كده. هو ده السيشن، ده محتوى السيشن اللي احنا هنقدمه النهارده. مين انا؟ اولا انا اسامه عصام، بنترشن تيستر مختص اكتر في النتورك والسوشيال انجينيرنج. الحمد لله دي لي 8 سنين في مجال الكمبيوتر ساينس. كنت الاول موبايل ديفلوبر 4 سنين، بعد كده نقلت لسوق السايبر سيكيورتي. حاليا الحمد لله ربنا ييسر لي وخلصت معظم الكونتنت الخاص باقوى شهادات في السايبر سيكيورتي زي الاو اس بي، السي بي تي اس اللي احنا هنشرحه ان شاء الله في الكورس دوت، الاي جي بي تي طبعا ده بشكل مبدئي، البي ام بي تي وهكذا. طيب هنطلع بايه بالكورس ده ان شاء الله؟ هنمشي كده سريعا على النقاط المهمة. هنختار هاك ذا بوكس، المنصة اللي هنمشي عليها بإذن الله، اللي هناخد منها الكونتنت واللي هناخد منها الرود ماب اللي هنمشي عليه، وكمان هنحل من عليها كل اللابس المختصة بالباص تبع البنتريشن تيستر. طيب ليه هاك ذا بوكس؟ بكل بساطة هاك ذا بوكس حاليا أقوى منصة مختصة بتعليم السايبر سيكيورتي، لأنها بتقدم لك محتوى كامل في كل اللي انت محتاجه، وكل حاجة بتعلمها حرفيا بتحل عليها، فيعني بتديك بيئة شاملة كاملة عن السايبر سيكيورتي، وخاصة الريد تيمينج والبنتيشن تيستينج. طيب هنبدأ بمسار ايه؟ هنبدأ بمسار الخاص بشهادة السي بي تي اس، وهو الباس رول اللي هي منزلاه علشان تبقى مؤهل لاجتياز الشهادة. فهي منزلة باس رول كامل، من خلاله ان شاء الله من خلال انك تكمله وتخلصه بتبقى على طول مؤهل انك تجتاز الشهادة وتخش تمتحنها. طيب الخطة الدراسية ان شاء الله هنقسم الكورس ده، لان هو المحتوى بتاع سي بي تي اس كبير جدا. زي ما اقولكوا ده مش محتوى لجونيورز، ده محتوى لناس انترميديت، لازم هياخد وقت كبير. فانا قسمته لتو بارتس. اول بارت هيبقى في البيزكس، او مش البيزكس، الحاجات اللي هي لازم تبقى موجودة عند اي بنتيشن تيستر. والبارت 2 هيبقى ادفانسد، طبعا ادفانسد بالنسبة للنتورك والويب. فربنا ييسر ان شاء الله ونشرح المحتوى الخاص اللي احنا نزلته على المنصة. اولا ايه المنصة دي؟ المنصة دي انا عملتها لكل البنتيشن تيسترز اللي ان شاء الله هيتابعوا معايا على الكورس. مسميه النخبة او إليت سايبر بلاتفورم. ان شاء الله ربنا ييسر وتبقى هو ده المرجع اللي انتوا هتذاكروا منه. كل فيديو هنزله او كل سيكشن هينزل هيبقى موجود هنا، بحيث تقدر تذاكر منه بدل نوشن، وتقدر برضو تحط النوتس بتاعتك بحيث يعني ترجع لها في اي وقت. طيب بعيدا عن المنصة خلينا نكمل. ان شاء الله هنزل لينك المنصة في اول كومنت في الفيديو. تمام. ده دليل شهادات المجال او اكبر شهادات موجودة حاليا في المجال، بحيث تبقى عندك تصور عن الشهادات اللي احنا ان شاء الله ربنا ييسر وهنخش فيها واحدة واحدة. الكورس ده مختص اكتر بايه؟ مختص اكتر بالسي بي تي اس اللي هي بالتبعية بتغطي الاو اس بي والاي جي بي تي وبعض المحتويات الموجودة في باقي الشهادات، منها من اقوى المحتويات اللي هي بتغطيها البي ام بي تي. طيب اللي مش عارف الشهادات دي بيتكلم عن ايه، دي اقوى شهادات حاليا موجودة معترف بها دوليا. طبعا في حاجات انا مش ضايفها، ولكن دي الشهادات دي قوية جدا. الاو اس بي طبعا رقم واحد التوب. طيب او اس بي مختصة اكتر في الناس اللي بتخش في المجال وعايزة توصل لمستوى انترميديت. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الويب وبتتكلم عن النتورك وبتشرح بشكل جنرال و from beginner. طيب نفس الكلام اللي بتعمله شهادة ال SCPTS ال SCPTS. واما شهادة ال AGPT فدي مستوى اقل شوية، اللي هو البيزكس والفاندامنتالز. بالنسبة للنتورك الدومين تبع نتورك نتورك سيكوريتي،
ال ASCPT مقدم من INE، شركة INE، وال BNPT وال CRTO وال CRTB، كل ده مختص بمجال النتورك. تمام، يا رب ما تكونش شفت مني. اما بالنسبة للويب فهو ال WPTX برضو من اقوى الشهادات حاليا في الويب. ربنا ييسر في البارت 2 نحاول نغطي اكبر قدر منها. طيب عشان كده ما تكونش شفت مني. آه يبقى كده في شهادات بتشرح الجنرال الموجود في المجال بتاعنا اللي هو الويب والنتورك. في بقى شهادات مختصة بالنتورك بس، شهادات مختصة بالويب بس، دول اللي انا اتكلمت عليهم. طيب في حاجة برضو، في دومين، طبعا دومينز كتيرة، منها دومين الموبايل، دومين الاي اي، دومين حاجات كده، بس دي احنا اهم 3 دومينز دلوقتي موجودة لازم تبقى مغطي اكبر قدر منها. النتورك ده اول واحد، بعد كده الويب، بعد كده الموبايل. تمام، الموبايل بقى بعدين ده ليه قصته. طيب الاوت كام اللي هتطلع منه ان شاء الله من الكورس، ربنا ييسر وفي البارت 1 تبقى يعني مؤهل لاجتياز شهادة الاي جي بي تي، اللي هي من اشهر الشهادات الموجودة دلوقتي في البيجنر ليفل. هتكون ان شاء الله لميت من 60 ل70% من الشهادات دي. هتبقى مؤهل طبعا بالتبعية للبارت 2 الخاص بالادفانسد. وبإذن الله أكتر حاجة هتطلع بيها إن شاء الله، ربنا ييسر ويطلع بيها من الكورس ده، هو بناء المايند سيت الخاص بالهاكر. هتقول لي إيه المايند سيت الخاص بالهاكر؟ أقول لك ده أهم حاجة الشركات بتركز عليها، هي طريقة تفكيرك وإزاي بتحل المشاكل وبتخترق التارجت اللي انت عايزه. فانت يعني دي بروسس كبيرة هنحاول نبنيها مع بعض بحيث يطلع ان شاء الله بحاجة محترمة في الحتة دي. باذن الله برضو في خلال السيشنز والفيديوز هنشرح كده حاجات بسيطه كده بالنسبه للسوفت سكيلز وازاي تبقى مؤهل للسوق، لان في ناس تبقى تكنيكال مرعبه ولكن عندها الاتيتيود مش قوي جدا، السوفت سكيلز بتاعتها ضعيفه، فده ما بيأهلهاش ان هي تشتغل وتاخد فرص قويه زي ناس تاني. فان شاء الله برضو ربنا ييسر ونذكر جزء منها. طيب الكورس ده لمين؟ وانا محتاج منك ايه قبل ما تخش الكورس ده؟ طبعا الكورس ده لأي حد لسه بيجنر ومهتم ان هو يماستر المجال ده. طيب محتاج منك ايه؟ محتاج منك تبقى عندك البيزكس اللي هي النتورك بيزكس، اللينكس بيزكس، ولو عندك برضو البروجرامينج بيزكس. هتلاقي محتوى يعني لا نهاية له في المجال ده في الحتة دي. فانا عايزك ان شاء الله ربنا ييسر لو انت لسه مش مغطيش الحتة دي، فخش ذاكر حتى فيديوز كده بسيطة تبقى فاهم بس الدنيا ماشية ازاي، عشان لو شرحت حاجة ووقفت معاك، عشان لما اشرح ان شاء الله هنلاقي حتت كتيرة بتبقى مختصة اكتر بالفاندامنتالز، فانا هشرحها بشكل سريع، ولكن لو محتاج استفاضة فمش هيبقى سهل ان انا اشرحها في خلال الكورس ده، فهتبقى لازم يعني حتة كده من عندك تبقى ايه، تبقى ذكرتهم. طيب سريعا كده هنمشي ازاي في الكورس ده؟ هشرح النظري الموجود طبعا من هاك ذا بوكس، وبعد كده بعد ما نقول لك النظري ونفهم الكونسبت كويس، هنروح نحل اللاب اللي نازل في بعد كل سيكشن، قبل ما نطبع الفلاج اللي هو بيتحط في عشان تخلص السيكشن ده. انا مش هطبع الفلاج لان في ليميتيشنز من هاك ذا بوكس، فانا همشي معاك خطوه خطوه واوريك وصلت للفلاج ازاي، وانت بقى تمشي معايا وان شاء الله تحله. طيب ان شاء الله لما نخلص السيشن هرفعها على المنصه دي، وهرفع كل الكونتنت اللي هو كان موجود في السيشن عشان يبقى مرجع محترم ليك. زي ما قلت ممكن تحط نوتس، فالنوتس دي هتساعدك جدا في المذاكره. ايه تاني؟ في اخر كل موديول اللي هو بيبقى مرتبط محتوي على كذا سيكشن، هيبقى في موديول سكيل اسسمنت بيراجع كل الحاجات اللي انت اتعلمتها وبيعمل اسسمنت او اختبار لمدى فهمك للموديول اللي انت اتعلمته. تمام، خلاص. طيب هديكوا كده مثال سريع عن اللي احنا هنشرحه في الكورس ده. دي مثلا سيكشن في نص الموديولز اللي احنا هنشرحها بيتكلم عن الميتاسبلويت وازاي تاتاك تارجت من خلال الميتاسبلويت فريم ورك. فبكل بساطة احنا ده حاليا هنخش، احنا دلوقتي وليكن في بيئة عمل ومحتاج مننا نأكسس تارجت موجود معانا في نفس الشبكة. فانا دخلت على الشبكة خلاص،
جبت الاي بيز اللي انا عايز اتاك عليها، اخترت الاي بي اللي انا محتاجه، واكتشفت ان عنده ثغرة معينة. خلاص انا هديك كده ايه مثال انا ماشي عليه. طيب بعد ما اكتشفت الثغرة اللي موجودة في التارجت ده، بنعمل ايه؟ من الامثلة اللي احنا بنأتاك بيها الام اس اف كونسول، وده فريم ورك لميتازبلويت. الفريم ورك ده بيبقى عليه بيلودز جاهزة. البيلود ده بكل بساطة الكود اللي بيعمل اتاك على الماشين. خلاص، فانا حاليا هختار البيلود اللي انا عارف ان هو موجود، او ثغرة موجودة على التارجت، نقطة ضعف موجودة عنده، هنجهزها هنا. خلاص، راح اعمل بيست. فانا قلت له اختار لي البيلود دوا، حاليا هو اختاره لي. هعمل شوية حاجات كده سريعا. هديله العنوان بتاع التارجت اللي هو اسمه ار هوست. ده التارجت اللي هم مديني العنوان بتاعه. فانا دلوقتي قلت له العنوان اللي انا عايز اتاك عليه هو ده طبعا، ولازم اديله العنوان بتاعي عشان يفتح كونكشن. فاقول له الهوست 10 15 199 اللي هو موجود هنا. خلاص كده انا اديت له اهم معلومتين هو محتاجهم: البيلود اللي هو محتاجه اللي هو هي اتاك بيه، عنوان التارجت، عنواني عشان يفتح كونكشن بيننا. تمام. فاقول له run او exploit. هو حاليا بيجرب، بعد شوية هيفتح اكسس على، حاليا اهو فتح اكسس على الجهاز، وانا كده حاليا جوه الجهاز بتاعه. تمام. لو عملت داير، دول الكونتنت اللي موجودة عنده. انا حاليا كأني جوه الجهاز بتاعه. فده مثال سريع كده اوريك الحاجات اللي احنا هنخش فيها في الكورس، بحيث تبقى عندك نظرة كده والدنيا بالنسبة لك واضحة. طيب يا شباب، ان شاء الله اكون ما خدش من وقتكم، وهكون فدتكم في نفس الوقت، ومتشكر جدا على الوقت اللي اديتهولي. وربنا ييسر ان شاء الله ودعواتكم نطلع بحاجة محترمة تفيدكم جدا، وتبقى من اقوى الكورسز الموجودة حاليا في اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.